لو عايزة خشاف طعمه متوازن ومظبوط، لا تقيل ولا مسكر ومن غير مكونات كتير، يبقى الفيديو ده علشانك. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. انا عبير، لو اول مرة تشوفوني، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تنوروني. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بسم الله. هحتاج 200 جرام من البلح الجاف منزوع النواة. ممكن تزودوا الكمية او تقللوا على حسب رغبتكم. غسلته كويس جدا علشان لو فيه اي شوائب. وهحتاج 4 حبات مشمشية و4 قراصية و3 تين. الكميات طبعا على حسب رغبتكم، ممكن تزيد او تقل. غسلتهم علشان انا بصراحة بحب اغسل اي حاجة قبل ما استخدمها. وهبتدي اقطعهم علشان حجمهم بيزيد لما بيتنقعوا في المية. والقراصية هشيل منها النواة. وبيبقى فيه قراصية مخلية جاهزة، وهقطعها قطع صغيرة. وممكن تضيفوا مكسرات على حسب رغبتكم، بس احنا بصراحة بنحبه كده، بنحسه خفيف اكتر. وفي فولة هضيف المكونات على بعض، وهقلبهم زي ما انتوا شايفين. وهضيف عليهم لتر من المية العادية، مش سخنة ولا ساقعة. وبحب اضيف معلقتين من السكر علشان يظبطوا الطعم، علشان في انواع بلح ما بتبقاش مسكرة قوي. ممكن تضيفيهم او لا على حسب رغبتك. هغطيه بالبلاستيك راب واحفظه في التلاجة. بحب احضره من بالليل بعد السحور وانقعه طول الليل، وبيبقى جاهز معانا على الفطار المغرب بإذن الله. مش بحب انقعه في مية سخنة. وده شكله بعد النقع. البلح والفواكه المجففة زاد حجمهم زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنحطه في الكوبايات ونقدمه مع بعض. شايفين اللهم بارك لون المية بتاعته جميلة قد ايه، وطعمه تحفة ومغذي جدا. يلا نسمي الله وندوق طعمه. انا بحب المية بتاعته جدا، مين زيي بيحبها؟ اتمنى تجربوه. وبالصحة والعافية على قلبكم يا رب مقدما بإذن الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو فضلا تعملوا لايك وشير والاشتراك في القناة، وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلكم إشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.